السيد دجوار، إلى ماذا ينسجم الخطاب السياسي والإعلامي للدولة التركية مع حديثها عن الحلول للقضية الكردية في تركيا؟ المشكلة أن السياسة التركية في واد والخطوات العملية في واد آخر. للأسف الشديد يعني أتذكر في مرحلة السلام التي امتدت من 2013 بنهاية 2012 ل 2015 ووصلت إلى اتفاقية دولما-باختشال، يعني الخطوات البنود التي اتفقوا عليها بالقصر الرئاسي، وكانت تنتظر فقط التوقيع، لكنهم للأسف تراجعوا عنها ولم لم يوقعوا عليها. فهناك خشية من هذا الأمر أيضا مرة أخرى. لكن أعتقد بأن الظروف التي تعيشها المنطقة الآن، وخاصة في إطار التحول الجذري الذي جرى في المنطقة، يعني منذ بداية أكتوبر 2023 بحرب إسرائيل وغزة، مرورا بضربات حزب الله واغتيال قتل أمين عامه، وصولا إلى سقوط نظام الأسد البعثي في سوريا، والضربات في إيران، والآن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كل هذه متغيرات في المنطقة، يجب أن تدفع الساسة الأتراك إلى إعادة التفكير مليا بهذا الموقف، لأن القضية الكردية هي البوابة الحقيقية للسلام والأمن في المنطقة، في تركيا وفي عموم الشرق الأوسط. القضية الكردية ليست مرتبطة فقط في تركيا، هي مرتبطة في تركيا، إيران، العراق، سوريا. لذلك حل هذه القضية لابد أن يكون حلا سلميا وعبر الحوار وعبر الحل الديمقراطي السلمي، دمج بين الاعتراف بخصوصية الكرد في مناطقهم في هذه الدول الأربعة.